انا دلوقتي بقى في اجمل مكان في سيوة كلها. انا عند بحيرات الملح. سبحان الله سبحان الله بجد. دي عين في البحيرات طبعا كبيرة جدا، بس انا صممت ان انا اجي اصور عين وسط العيون. تعالى افرجكم، انا عايزه اوريكم بس كذا عين كده. الجمال ده سبحان الله سبحان الله. بصوا في عيون طول ما احنا ماشيين كتير جدا. انا مش كنت هقع. العيون بتبقى صغيرة كده زي ما انتم شايفين، بصوا كلها عيون. بصوا الجمال سبحان الله سبحان الله بجد. بصوا الملح، بصوا اصلا لون البحيرة. ننزل هنا ولا ايه؟ بصوا، وده كفيل انه يغير طاقة اي حد. يعني ده كفيل لوحده كده ان يشيل كل الطاقة السلبية ويجدد طاقتك. انت بتنزل في ده، يعني احنا بننزل الملح الكريستالي ده. طبعا زي ما شفتوا التجربة، لما نزلت البحيرة كنت خايفة شوية لانها عميقة جدا جدا، فكنت خايفة. انا ما كنتش عارفة انزل رجلي، المية بتطفو بترفعني تلقائيا، يعني بتخليني اطوف على وش المية. شكل الملح خطير. اهو ده بقى سكراب للجسم طبيعي، يعني ده سكراب كده يخلي الجسم ناعم جدا 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 جدا. لو رحتوا مكان ما فيهوش حد فاضي زي ده، ممكن تبقوا تشيلوا شويه من المايو او حاجه، او اللي بيلبس مايو، ويدعك الجسم كله بالملح ده. سكراب طبيعي بيخلي البشره ناعمه جدا جدا. بصوا نعوميه انتوا مش متخيلين. دلوقتي بقى هعمل زي سكراب لرجلي وكعوب رجلي بالملح الطبيعي في البحيرة الصغيرة. العين الصغيرة دي، العين كلها ملح زي ما انتم شايفين. اصلا ده اخرها، انا حاطه رجلي ساندة لسه ما اتحفرتش يعني. فهنعمل دلوقتي بقى السكراب. النعومية انتوا مش متخيلين ان الجسم بقى بينعم ازاي، انتوا مش متخيلين.